في البداية الممارسة دي بتبقى المصدر الوحيد للمتعة، بس بعد شوية بتفقد فعاليتها، ما بتبقاش ممتعة، بتبقى مملة، بتبقى جافة، الإنسان ما بيشبعش منها، يبتدي يدور على مستويات أخرى ما يشبعش منها، فبتطرحه في الاكتئاب. أنت عملت كل حاجة ومش شبعان، عملت كل حاجة ومفيش فرق، وبعدين يشعر اكتئاب أكتر ويأس أكتر وخزي أكتر وجوع أكتر، ثم تباعد أكتر عن الحميمية الحقيقية والدفء الاجتماعي الحقيقي، والعلاقات الحقيقية بقت كلها علاقات مزيفة تاخد وقتها وتمضي دون أن تشبع الإنسان. فاللي كان بيظن أنه حل بقى مشكلة، هو بقى المتحكم، هو المسيطر، أنا اللي بقيت عبد للسلوك مش السلوك اللي بيحسن مزاجي أو يحل لي مشاكلي أو يحسن ويعمل جودة في حياتي. حبينا نلخص اللي فات كده ببساطة. أولا رغبة طاغية، بعدين الممارسة واستمرار الشعور بالرضا، الشعور بالقهرية والتكرار القهري، صبغ الحياة كلها بالصبغة الجنسية والممارسات دي، الإفراط والزيادة دون شبع، استمرار تناقص الشعور بالشبع، ظهور الألم وتصعيد الألم وزيادة الألم وزيادة الكآبة أكثر جدا من البداية، بقى في مشكلة جديدة زائد المشاكل القديمة اللي هي جذور السلوك الإدماني، فقدان القدرة تماما على التحكم وفقدان السيطرة تماما، فقدان القدرة على التواصل مع الآخرين، مفيش علاقات، مفيش عيلة، مفيش مجتمع، مفيش واجبات، مفيش روحيات، مفيش كنيسة، مفيش كتاب مقدس، مفيش مذاكرة، مفيش تحصيل علمي، مفيش تركيز، مفيش نجاح في العمل، مفيش قدرة على الأداء، مفيش صحيان بدري، بنام متأخر، مش عارف أنام أصلا. فالحياة ابتدت تختل، والفقدان للعمل، فقدان للعلاقات، ما عدتش أصحى أصلي، أقعد أذاكر، أطلع اشتري الطلبات، ابتدي اعمل واجباتي ثم انام وارتاح. ده ما عادش موجود، الحياه بقت خلاص مبهدله ومش مترتبه. احيانا يبقى في انكار، انا ما عنديش مشكله، الانكار ضروره للاستمرار. في حد بينكر هو مش عارف ان عنده مشكله، لك ايه المشكله؟ انا بستمتع، انا ما ظلمتش حد، انا مع نفسي، انا ضريت مين؟ ان كان شفت منظر ولا اتمتعت ولا مارست سلوك معين مع نفسي، انا طالما ما باذيش حد انا تمام، وانا ايه اللي ناقص؟ ما انا بعمل كل حاجه في الحياه. هو غير مدرك انه عمال ينجرف، والسلوك بيسيطر على الحياه، بقى هو اللي بياخد كل طاقه الانسان وبيوجه كل وقته وطاقته ليه، بقى الاسلوب الاساسي في مواجهه الضغوط والام الحياه. وهنا ينتهي الاستمتاع ويستمر ويتصاعد الالم والخزي والعار والاكتئاب.